دفعت مقدم الشقة حمار وما قلتلوش لأ، طلع أصلا ما فيش شقة وعهد الله ما فيش شقة. شقة عمري اللي راح أقول لمين يجيبهولي. مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنتكلم عن صحة التوقيع. طبعا زي ما احنا عارفين ان صحة التوقيع هي دعوة تحفظية لا تنظر للملكية. تمام يا سيدي، مفيش مشكلة. هترفع لها صحة توقيع بس برضه مفيش مشكلة. عايز تعرف ازاي تحافظ عليها؟ تعال اعلمك ازاي تسجل الشقة دي وفقا لقانون التسجيل العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2002. ركز بقى معايا مع الفيديو الجاي اللي هيقولك ازاي تسجل الشقة وفقا لقانون التسجيل العقاري الجديد. ركز معايا وخلي بالك. خطوة التسجيل وفقا لقانون الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022. بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكيتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة. واتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكيات المواطنين وتعظيم الاستفادة منها، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع، مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكيتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها. أهمية التسجيل: توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار، الحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، حماية أملاك الدولة، أملاك الأوقاف، أملاك الأجانب، الأراضي الفضاء وأملاك الأفراد، حصر الثروة العقارية في مصر والحفاظ عليها، تعظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات. تناول التعديل حزمة من التيسيرات. أولا، عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط التسجيل. ثانيا، إلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح الشهر. ثالثا، وضع سقف زمني لإجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري 37 يوما كحد أقصى. رابعا، الحيازة قصيرة المدة مع حسن النية طريق جديد للتسجيل. خامسا، فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل. سادسا، إتاحة التسجيل العقاري بالطريق الإلكتروني. تقديم طلبات التسجيل: يدوي، مأمورية الشهر العقاري الواقع في دائرتها العقار محل التسجيل، إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني. أولا، إجراءات تقديم طلبات التسجيل يدويا. البداية، تقديم الطلب إلى المأمورية يدويا وسداد الرسوم والمصروفات واستلام إيصال برقم وارد. خلال 24 ساعة سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد الآتي: قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة، عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه. التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه، إصدار المحرر المشهر واستلامه. دوية، مدة فحص الطلب والبت فيه بقرار النهائي خلال 37 يوما بحد أقصى. ثانيا، إجراءات تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا. البداية، يقوم المواطن بملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها وحفظها. يظهر التطبيق رسالة تفيد رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه. خلال 24 ساعة سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد الآتي:
قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة. عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة. إرجاء البحث في الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه، ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه. التوجه للمأمورية لتقديم أصول المستندات وللتوقيع والتصديق. إصدار المحرر المشهر واستلامه. مدة فحص الطلب والبت فيه بقرار نهائي خلال 37 يوما بحد أقصى. مع تحيات الإدارة العامة للإعلام بوزارة العدل. ركز معايا وخلي بالك وابعد عن النصاب، لان النصاب حد ذكي جدا وبقوا كتيره جدا اليومين دول. حضرتك قبل ما تاخد اي خطوه لازم تستشير المحامي بتاعك في كل اجراء حضرتك بتقوم بيه. راجل نصاب بلف لي دماغي في دقيقه وبعلي تراب وغفلني ودي حقيقه. ياللي اشتريت قبلي ما قلتليش حرام عليك. طب ليه كده تسيبني ادفع له كاش ليه مش حتى شيك؟ فين العقود ملهاش وجود؟ فين الريسبشن والتراس دفعت مقدم الشقة حمار وما قلتلوش لأ. طلع أصلا ما فيش شقة وعهد الله ما فيش شقة عمري اللي راح أقول لمين يجيبهولي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.